حضرتك هذا رئيس اكبر دولة عربية. طيب يا استاذ بعد اذن حضرتك. طيب يا استاذ اسامه، هو لا يقصد مع حفظ الالقاب، مع حفظ الالقاب، لا مع حفظ الالقاب، اسماء مجرده لاننا نحترم كل اختلاف. بالتاكيد يا استاذ اسامه، بالتاكيد يا استاذ اسامه. خلينا في الموضوع الرئيسي بحفظ الالقاب. اريد ان اضيف ايضا هنا ان اللي مطلوب صراحه هو عمل عسكري. نجيب من الاخر، انتوا عايزين الجيش المصري يتورط في حرب، فنجيب من الاخر. بلاش نقعد نتكلم بقى حوالين كلام ملوش معنى. السياده المصريه على ارضي مصومه تماما، لكن اذا كان دخول غزه واقوم بعمل عنيف، هيكون ايه رد؟ بعمل عنيف لماذا لا تحول هذا الى انقاذ الاخر الذي هو انقاذه ازاي؟ لانقاذك انا معاك اهو. يحتاجك لانقاذه، يحتاج ازاي؟ اخوه. قول لي ازاي؟ قول لي حضرتك ازاي؟ انك تاخذ قرار فتح المعابر وتاتي اذا كانت حتى الامر لجنه دوليه تحرص على امن وسلامه دخول المساعدات وتوزيعها. يا ابني لجنه دوليه ايه يا جدعان؟ يا جدعان هو مش نتنياهو ده عليه حكم من الامم المتحده والمحكمه الدوليه؟ حد جه ناحيته؟ امين العام الامم المتحده مش جه عند البوابه؟ حد عمل عبره اصلا؟ لجنه دوليه ايه اللي تيجي وتبص كلام شعارات، ما فيش اي عمليه في الكلام بطريقه عقلانيه انسانيه